مساء الخير، انا ميرنا انور وانت هنا في برنامج راديو شرح وتلخيص الكتب. والنهارده ميعادنا مع الحلقه الرابعه من كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهره لجون جراي. فلو ما كنتش شفت الثلاث حلقات اللي فاتوا هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. وطبعا وزي ما عودتكم ان الحلقه دي منفصله خالص عن الحلقات اللي فاتت، فتقدر تشوف الحلقه دي وتكملها للاخر وبعد كده تشوف الثلاث حلقات اللي فاتوا براحتك. وافكرك من اول الحلقه انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك شروحات الكتب اللي جايه كلها. تعالوا بقى ندخل في الموضوع على طول ونشوف حلقتنا النهارده عن ايه. عارفين لما نتفرج على فيديو كده بالانجليش وتيجي جمله ما نفهمهاش، فبنعمل ايه؟ بنوقف الفيديو ونحاول نروح نترجمها علشان نفهم. هو ده بالظبط اللي لازم يحصل في علاقه الراجل والست، لاننا والمفاجاه هنا في الحلقه بتاعتنا النهارده اننا بنتكلم لغات مختلفه. فيها نفس الكلمات بس معانيها مختلفة. مش بس كلام بين السطور، ده الكلام بين السطور ساعات بيبقى أوضح كتير، وما خفي كان أعظم. فلازم مع أي مشكلة نترجم الكلام قبل ما نفهم غلط وقبل ما نصدر أحكام على بعض، لأن من النادر فعلا إن الراجل والست يقصدوا نفس الشيء حتى لو استخدموا نفس الكلمات. طب ما تيجوا بقى أوضح لكم الدنيا أكتر وندخل في بيوتنا كلنا ونشوف موقف بيتكرر دايما بين أي راجل وست متجوزين. هي قالت احنا مش بنخرج ابدا. هي تقصد انت وحشني قوي ونفسي اقضي وقت اكتر معاك. بس هو سمع انت بروتة وممل ومش بتخرجني خالص. فهو رد حاضر، هحاول افضي نفسي الاسبوع الجاي ونخرج، مع ان ده مش صح لان احنا لسه خارجين الاسبوع اللي فات. بس هو يقصد عارف ان مقصر معاكي بس غصب عني صدقيني عشان ضغط الشغل. بس هي سمعت يوه زن زن زن، حاضر هخرجك، اسكتي بقى يا شيخة. والحوار اللي شفتوه دلوقتي ولسه كمان هتشوفوا حوارات تانية على مدار الحلقة، واللي سواء كنت راجل او ست اكيد كلنا تعرضنا ليه، يأكد لك ان بلاش ترجمة جوجل الحرفية لكلام مراتك، وانت كمان بلاش ترجمة جوجل الحرفية لكلام جوزك. اصلي ماشي. اصلا الرجالة استخدموا الكلام لهدف مختلف خالص عن الستات. الرجالة استخدموه لنقل الحقائق والمعلومات، اما احنا الستات فاستخدمناه لنقل المشاعر. فالهدفين اصلا مختلفين، فبالتالي بينتج عنهم مقاصد مختلفة ولغات مختلفة. حتى الشكوى رقم 1 للستات ان هي حاسة ان هي مش مسموعة برضو بيساء فهمها. ازاي؟ تعالوا اوريكم. هي قالت انت مش بتسمعني خالص ولا حاسس بيا. هي تقصد حسسني بأي تعاطف وحب واهتمام كده، انا بجد محتاجة لك جدا. بس هو سمع انت مش سامعني خالص ولا كأني بتكلم يا بني ادم. فهو رد لا انا سامعك، تحب اعيدلك اللي كنتي بتقوليه عشان تصدقي ان انا فعلا سامعك. بس هو يقصد انا سامعك وبحبك بس بجد مش عارف ايه اللي يرضيكي. اخاف اسكت تحسي ان انا مش مهتمه ومش سامعك، اخاف اتكلم واديكي حلول يكون ده مش اللي انت عاوزاه، انا مش فاهم. بس هي سمعت يوه كل شويه مش سامعني اعمل لك ايه يعني؟ انت مش بيرضيكي حاجه؟ اختلاف اللغات ده مش بس بيحصل بسببه مشاكل في الوقت اللي الست بتحس فيه ان هي مش مسموعه، لا ده كمان بيحصل فيه مشاكل اكبر في الوقت اللي الراجل فيه جوه الكهف. وكنا اتكلمنا عن مفهوم الكهف عند الراجل وايه اللي بيحتاجه في الوقت ده في الحلقه الثانيه، وزي ما قلت لك هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن، ولغايه ما تشوفها هغششك حته صغننه كده عن الكهف. الفكره كلها ان الراجل وهو في الكهف بيبقى مركز جدا ان هو يلاقي حل لمشكلته، او ان هو يتحسن، او ان هو يشحن طاقته زي ما قلنا، بدرجة بتخليه يفقد الوعي بكل شيء حواليه بصورة مؤقتة. هو جسديا رجع من الشغل لكن الواقع غير كده خالص. وطبعا ده عكس الستات. الست هنا برمجتها التلقائية بتخليها تتخيل الأسوأ، سواء بقى بيكلم واحدة غيري، سواء زعلان مني، سواء مش طايقني، سواء ما بقاش يحبني زي الأول. اصل اللغة عندهم مختلفة، حتى لغة السكوت عند الراجل ليها معنى تاني خالص عند الست. الست مننا مش بس لما بتكون متضايقة بتكلم واحدة صاحبتها تفضفض معاها وتتكلم معاها عشان تطمنها، لا ده انت تابع اي مكالمة بين 2 ستات هتلاقي المكالمة عبارة عن ايه؟ هتلاقي واحدة بتحكي عشان متضايقة وبتفضفض، والتانية بتسمعها بسكات، بس في وسط ما هي بتسمعها لازم كلام زي ياه. لغة تالتة مش مفهومة خالص لأي حد ولا ليا أنا شخصيا رغم أني بتكلم بيها. ولو الست فينا سكتت ثانية تانية تقول لها انت معايا؟ انت مركزة معايا؟ فالسكوت عندنا مش موجود، حتى واحنا ساكتين بنقول عبارات غير مفهومة بالنسبة لكم كده يعني.
السكوت مش موجود في القاموس عندنا، ما خدناهاش في الكلاس. لازم نفضل نقول اي عبارات حتى ان كانت غير مفهومة، بس المهم نطمن اللي احنا بنكلمه ان احنا فعلا سامعين ومهتمين ومركزين في اللي بيقوله. فطبعا واحدة رقيقة زي دي والمشاعر بالنسبة لها هي رقم واحد، فصمت الراجل بالنسبة لها بيبقى مرعب، وتقعد تتخيل سيناريوهات كتير جدا في بالها، فهتقتحم الكهف بتاعه او الناثينج روم او الانتي بوكس بتاعه او ايا كان انتوا الرجالة بتسموها ايه، وهيحصل ايه بقى؟ ما تيجوا نشوف. هي قالت انت كويس؟ هي تقصد حبيبي انا قلقانه عليك جدا وخايفه عليك، ممكن تشاركني اللي مزعلك وتطمني؟ انا حاسه ان انا اقدر اساعدك. فهو رد انا تمام الحمد لله كويس. بس هو يقصد انا محتاجه اكون لوحدي عشان اكون افضل، ولما اهدى هطلع واطمنك واتكلم معاكي، معلش حقك عليا. بس هي سمعت انا مش مستعده اشاركك ضيقي ولا هتكلم معاكي، انا مش برتاح بالكلام معاكي. فهي برضو قالت طب حاول تتكلم علشان خاطري، بص انا واثقه ان انا ممكن اساعدك تحل مشكلتك، جرب بس جرب. بس هي برضو تقصد بص انا برتاح لما بتكلم ولما انت بتسمعني، فانت اكيد هترتاح لما تتكلم ولما انا اسمعك. يلا اتكلم يلا. بس هو سمع بص انا مش هحترم خصوصيتك وانت لازم تحكي لي واعرف فيك ايه. شوفنا ازاي اللغات بينا مختلفة في اكتر المشاكل اللي بتحصل في حياتنا، لما تكون الست عاوزة تخرج، لما تكون الست حاسة ان هي مش مسموعة، لما يكون الراجل في الكهف بتاعه. كفاية كده ولا في تاني؟ ما تيجوا نشوف تفسير بسيط لواحد من اشهر واخف المشاهد في السينما المصرية لاختلاف اللغات بين الراجل والست، بين العظيم خالد صالح والعظيمة هند صبري. عاوزة ورد يا ابراهيم؟ هي قالت عاوزاك رومانسي اكتر وتحسسني ان انت بتحبني، عاوزه ورد يا ابراهيم. هي تقصد حبيبي انت الفتره اللي فاتت كنت مضغوط قوي في الشغل، خلينا نقضي وقت سوا، انت فعلا رومانسي، بس ممكن تجيب لي ورد كده وتحسسني ان انت لسه بتحبني زي فتره الخطوبه. بس هو سمع انا مش مبسوطه معاك، انت بارد ومش رومانسي، انا غلطانه اني اتجوزت واحد زيك وضيعت عمري معاك. فهو رد بس كيلو الكباب احسن يا يسريه. بس هو يقصد العيشة غالية والورد غالي، الكباب حلو وهنقضي سهرة حلوة، وما يمنعش برضو ان انا اجيب لك وردية مع الكباب. بس هي سمعت ورد ورد مين يا ام ورد؟ انت فاكرة نفسك هند صبري؟ قال لك ورد. قال بصراحة انا لما شفت الفيلم ده اول ما نزل انا كنت بتضايق من ابراهيم، يا ابراهيم هات لها ورد لا ما اتجوزت راجل زي ده ابدا. بس لما فهمت موضوع اللغات خلاص يا فوزية، كان اسمها ايه؟ يسرية. انا واثقه ان كلنا حصل معانا موقف على الاقل من المواقف دي. طب نتعامل ازاي بعد ما عرفنا اختلاف اللغات، وبعد ما قلنا ان كلنا محتاجين ترجمه لكلامنا بالنسبه للطرف التاني؟ مبدئيا كده لازم ننهي موضوع ان احنا نناقش المشاكل بتاعتنا او نتكلم في اي حاجه مهمه على الواتساب او على التليفون، لان بنسبه 99% الكلام عليهم بيتفهم غلط. فلازم الكلام المهم او اي مشكله احنا عاوزين نحلها او اي سوء تفاهم حصل واحنا بنتكلم في التليفون او في الواتساب يتحلوا عن طريق قعده فيس تو فيس، وش لوش، لان ساعتها اصلا فهمك للي قدامك بيكون اكتر. وفي نفس الوقت لو فهمت حاجه غلط او حصل حاجه ضايقتك هتقدر تترجم الكلام الاول، وتقدر تدي فرصه للي قدامك وتساله ممكن اعرف انت قصدك ايه بالكلام ده، لان انا فاهم حاجه تانية، فهل اللي انا فاهمه ده صح؟ يعني مثلا لو الحوار اللي احنا قلنا عليه في موضوع الخروج او المثال اديناه، وهي جت قالت لك احنا مش بنخرج ابدا، فالكلام لو وش لوش واحنا فعلا حطينا في بالنا ان الطرف اللي قصادنا ده لغته مختلفه عننا ولازم نترجم الكلام، فانت هتسالها انت لما بتقولي كده بحس ان انا مقصر وان ده غلطي، هو انت فعلا تقصدي كده؟ وبكده انت اديت فرصه لنفسك تفهم، واديت فرصه للي قدامك يترجم ويفكر، عشان هو حتى لو كان في نيته حاجه ممكن تضايقك، فانت زي قولت كده بتديله جرس تنبيه يفكر شويه في الكلام اللي هو بيقوله. طيب كل اللي قلناه ده اختلاف بين الراجل والست في لغه الكلام، هل في اختلاف تاني بين الراجل والست؟ الاختلاف التاني هو لغه الاهتمام. الست لما بتحب تهتم قوي وتهتم بالتفاصيل، ادق التفاصيل، وده ساعات وزيه زي اي حاجه لو زادت عن حدها بتنقلب لضدها وتخنق الراجل. الرجاله ما بيحبوش كده، بيحبوا يحسوا ان هم براحتهم. الكاتب بقى بيحكي لنا حكايه حلوه جدا، بيقول ان في بدايه جوازه وفي يوم كان مسافر، مراته بقى فضلت تحذره انه لازم يعمل حسابه وينزل بدري شويه عشان الطياره ما تفوتوش، واوعى تنسى تذكرتك، واوعى تنسى محفظتك، واوعى تنسى مفاتيحك، واوعى تنسى موبايلك، واوعى ما تحطش الشرابات في الشنطه، والكلام اللي احنا كلنا بنعمله كستات. بيقول هي فاكره ان هي بتساعدني، بس انا للاسف ما كنتش حاسس بده،
بيقول اصل انا بقالي 14 سنه بسافر وهي ما كانتش معايا، فاسلوبها ده ما الا ان هو حسسني بعدم الامان وبالازعاج. فعمل حاجه حلوه جدا، وضح لها ان هو مش بيحب طريقه الاهتمام دي. وهنا نقطه حلوه جدا، ان لازم بين الطرفين يكون بينا اريحيه في الكلام. انا اقول لك على اللي مضايقني وانت تقول لي على اللي مضايقك، لان اللغات المختلفه سواء لغه الكلام او لغه الاهتمام كل واحد بيعامل التاني زي ما نفسه التاني يعامله، وده ما ينفعش لاننا مختلفين. فلازم كل واحد يعامل التاني بما يتناسب مع هويته هو، مش هويتك انت. اصل في لغه الاهتمام الرجاله بتظهر حبها عن طريق ان هم يقللوا من قلق شريكه حياتهم. بمعنى ايه؟ بمعنى لما يكون عندها مشكله ما تقلقيش هتعدي، هي دي لغه الاهتمام عندهم. اما احنا كستات بنكون عاوزين نحس ان الراجل اللي معانا قلقان علينا جدا، وبنحب بقى الراجل يفضل يسالنا لما اكون زعلانه مالك في ايه، طب ايه اللي مضايقك، طب انا زعلتك في حاجه. نحب بقى الصبح بقى في فتره الخطوبه والكلام ده كله الاهتمام بيبقى في ابهى صور لما نصحى الصبح على رساله صحيتي، كلتي، نزلتي، شربتي، رجعتي. ولو مسافرين نحبه يهتم بينا في ادق التفاصيل، حطيتي السكين كير بتاعك في الشنطه عشان بشرتك ما تبصي، طب حطيتي المانيكير، انت بتحبي اللون الاحمر اوعي تكوني نسيتيه، كلتي يا بابا، روحتي يا بابا. في النهاية لما يكون في سوء تفاهم افتكروا دايما ان احنا بنتكلم لغات مختلفة لاننا بنكمل بعض. وخدوا الوقت الكافي في ترجمة اللي يقصده شريك حياتك او شريكة حياتك، او اللي عاوز يقوله بس مش عارف يترجمه بلغتك. وطبعا الموضوع هيحتاج تدريب بس فعلا يستحق. وفي النهاية شكرا لوقتكم، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وهبقى مبسوطة جدا لو دعمتني وعملت شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وطبعا لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الحلقة الجاية.